طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. نكمل شرح منظومة الحقة الحميرية في سيرة خير البرية، ونأخذ اليوم بإذن الله تعالى وعونه إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. قلت: وأعجب ما يروى لنا عند هجرة حديث رواه البيهقي وأحمد، حديث روى إسلام سلمان فارس، وفيه كما يروى تفاصيل تسرد. فوالده قد كان دهقان قومه، يدين على دين المجوس ويعبد، وقد طاف في الأمصار يرجو هداية، ويسأل عن دين صحيح وينشد. وقد حدثوه أنه قد أضله زمان نبي سوف يهدي ويرشد، تناهت به الأقدار عبدا بيثرب، وكانت له فيها عواقب تحمد. وإذ جاءها خير البرايا مهاجرا أتاه ومن أوصافه يتأكد، ولما رأى الأوصاف أيقن أنه رسول، فأوصاف النبوة تشهد. لقد كان في إسلام سلمان عبرة، ومن صادقا يبغي الهدى سيسدد. إسلام سلمان الفارسي هو يروي قصة إسلامه، والقصة أخرجها الإمام أحمد في المسند والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهما، وهي من أعجب القصص التي تروى في إسلام المسلمين. حدث بها سلمان عبد الله بن عباس، فقال سلمان: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، يعني جهة إيران الآن، من أهل قرية يقال لها جي. قال: وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية. كان والده رجل دين في قومه، دهقان يعني رجل دين مثل الأحبار في اليهود ودهاقنة الفرس، وكان يحب سلمان ابنه حبا شديدا، من شدة تعلقه به حبسه في البيت كما تحبس الفتاة. قال: اجتهدت في المجوسية، بلاد فارس هم مجوس يعبدون النار. قال: حتى كنت قطن النار الذي يوقدها ولا يتركها تخبو ساعة. قال: وكان لأبي ضيعة عظيمة، فشغل في بنيان له يوما، فقال لي: يا بني إني شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها. قال: وأمرني فيها ببعض ما يريد، فخرج يريد الضيعة. الضيعة يعني بستان كبير. فلما خرج سلمان إلى يريد الضيعة وجد كنيسة في الطريق، الكنيسة للنصارى، يعني معبد للنصارى. قال: فسمعت أصواتهم وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس، لا يعرف شيء جديد عنده، كنيسة والناس يصلون لا يدري. قال: فدخلت فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم، ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه. يعني النصارى يصلون في كنيستهم، قال هذا خير من عبادة النار. الشاهد قال: فلو والله ما تركتهم حتى غربت الشمس. أعجبه الجلوس في الكنيسة ونسي أمر الضيعة هذه. فقال لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. ثم رجع إلى والده، ووالده يعني احتار في أمره وخاف عليه وشغل وصار يبحث عنه. فلما جاءه قال له: يا بني أين كنت؟ قال: مررت بناس يصلون في كنيسة فأعجبني ما رأيت من دينهم، فما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال له والده: يا بني ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. فقال له سلمان: والله إن دينهم خير من ديننا. فخاف فجعل في رجله قيدا وقيده وحبسه في البيت، خاف أن يرتد إلى دين النصارى. قال سلمان: فبعثت إلى النصارى وسألهم أين أصل هذا الدين؟ قالوا: في الشام. فبعث إليهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام من تجار النصارى فأخبروني.
فلما قدم عليهم ركب من الشام من تجار النصارى أرسلوا إليه. نعم. فقال لهم إذا أرادوا الرجعة إلى الشام فآذنوني. فلما أرادوا الرجعة أخبروه فألقى الحديد من رجله وخرج معهم إلى الشام. فلما قدم الشام سأل من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا الأسقف في الكنيسة. فجاءه فقال له إني رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. فوافق هذا رجل الدين النصراني. سلمان قال فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه الأموال اكتنزها لنفسه لم يعط منها المساكين شيء، حتى جمع 7 قلال من الذهب. 7 قلال يعني القلة، يعني الخابية العظيمة الكبيرة. أيوة. قال فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع. فلما مات اجتمع إليه النصارى ليدفنوه، فقال لهم إنه كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، ولكنه ينهب ويسرق أموالكم ولا يعطي منها المساكين شيء. نعم. فقالوا له كيف علمك بذلك؟ يعني من أين عرفت؟ فقال أنا أدلكم على كنزه. لما دلهم على كنزه وأراهم موضعه استخرجوا من هذا الموضع القلال من الذهب مملوءة ذهبا وفضة. فلما رأوها قالوا والله لا ندفنه، فصلبوه ثم رجموه بالحجارة وهو ميت. نعم. ثم جاءوا برجل آخر ناب منابه وقام في مقامه فجعلوه في الكنيسة. قال سلمان فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه. يعني قال بعد المسلمين ما رأيت أفضل منه. قال زاهد في الدنيا وراغب في الآخرة، ولا أدأب ليلا ونهارا منه، يجتهد في العبادة في الليل والنهار. قال فأحببته حبا لم أحبه من قبله. ثم لما حضرته الوفاة قال له إني أحببتك حبا لم أحبه أحدا قبلك، وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال أنت ستموت وأنت عالم بدين النصارى وعارف به ومطبق عامل بما تعلم، وقد حضرك الوفاة فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال له يا بني والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه، إلا رجلا بالموصل في العراق، هذا كان في الشام فحوله إلى العراق. قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل فقال له يا فلان إن صاحبك أوصى بي إليك وأخبرني أنك على أمره، فقال له أقم عندي، فأقام عنده. قال فوجدته خير رجل على أمر صاحبه، يعني رجل صالح عالم بالنصرانية عابد يتقرب إلى الله، ما عنده لا لف ولا دوران ولا مكر ولا خديعة ولا خيانة ولا سرقة ولا نهب. فجلس معه، فلما حضرته الوفاة جلس معه مدة. قال له يا فلان لقد حضرك من أمر الله ما ترى، وإن فلانا أوصى بي إليك، فإلى من توصي بي وبماذا تأمرني؟ فقال له يا بني، كان صغيرا سلمان الفارسي، قال والله ما أعلم رجلا على ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين وهو فلان فالحق به، فأرسله كذلك إلى نصيبين. فجاء هذا الرجل وقال له إن فلانا أوصى بي إلى فلان وإن فلان أوصى بي إليك، فأقام معه. قال فوجدته على أمر صاحبيه،
فلما نزل قال لم يلبث، لم يطل الزمان، فنزل به الموت. فلما حضرته الموت قال يا فلان إن فلانا أوصى بي إلى فلان، وفلان أوصى بي إلى فلان، وفلان أوصى بي إليك، وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي وإلى وما تأمرني. قال له والله ما أعلم رجلا على وجه الأرض بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه. قال إلا رجلا بعمورية فإنه على مثل ما نحن عليه. فلما مات وغيب لحق بصاحب عمورية وأخبره الخبر وتكررت القصة. فلما حضرته الوفاة قال له إلى من تعهد إليه؟ قال له والله ما أعلمه. هذا صاحب عمورية لما مات وذكر له القصة، فلان أوصى بي إلى فلان، وفلان إلى فلان، وفلان إلى فلان، وفلان أوصى بي إليك، فإلى من توصي بي؟ قال والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه. قال ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى. والآن دله على، قال أنت في زمان سيبعث فيه النبي وفي أرض العرب ويهاجر إلى مكان فيه نخل، قال وعنده علامات لا تخفى تستطيع أن تعرفه بها. فقال له يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلتحق بتلك البلاد فافعل. قال له إذا ما فيه أحد على وجه الأرض أعرفه على ما نحن عليه. قال لكن فيه مكان سيبعث فيه نبي ويهاجر إلى مكان فيه نخل، وهذا النبي عنده علامات تستطيع أن تعرفه، يأكل الصدقة ولا يأكل الهدية، وبين كتفيه خاتم، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. قال إن استطعت أن تسافر إلى تلك البلاد فافعل. فمكث سلمان بعمورية، وكان مر به نفر من التجار فقال لهم تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي وغنيمتي. عنده غنم وبقر، قال أعطيكم هذا المال وتحملوني إلى أرض العرب. فوافقوا. فلما أعطاهم المال ذهبوا به وظلموه العرب أي مشكلة. هذا العرب على كل، ليس كل العرب، هذا التجار فجار. العرب في الجاهلية كان عندهم الغدر، لا يغدرون، وإذا غدر أحدهم لزمته سبة في الدهر، سبته كل العرب. فلذلك تصوروا أن أحدهم أجار رجلا، وهذا الرجل كان معه امرأة، أخوه الذي هو ابن أمه وأبيه، أعجبته المرأة فقتل زوجها ليسهل الوصول إليها. فلما علم هذا العربي الشهم بفعلة أخيه قتل أخاه. أيوة، قال إني ابنة العمري لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع، سعيت على قيس بذمة جاره لأمنع عرضي، إن عرضي ممنع. قال أنا لا أغطي وجهي من هذه العار الذي لحق بي. فقتل أخاه قصاصا، وقال أنا أمنع عرضي ممنع، أنا لا أتخفى من الناس. هذا ضرب به المثل في الوفاء. العرب لم يكن عندهم هذا الغدر، هؤلاء من الأعراب ممكن الأعراب أشد كفرا ونفاقا، والتجار فجار يريدون المال. فالشاهد ظلموه وباعوه عبدا، هو ليس بعبد لكن باعوه عبدا، فاشتراه رجل من اليهود فأخذه عبدا فكان عنده. قال ورأيت النخل
اليهودي هذا لما اشتراه وأخذه إلى بلاده رأى النخل، قال فرجوت أن تكون المكان الذي وصف لي صاحبي. أيوة. قال ولم يحق لي في نفسي، يعني لم يتأكد. قال فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة. هذا اليهودي باعه إلى يهودي آخر فأخذه إلى المدينة، فوصل إلى هكذا بقدرة قادر وبتيسير الله وصل إلى المدينة. قال فما هو والله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي. صاحبه قبل الوفاة أوصاه، قال المدينة فيها نخل وحرتين، قال إلا أن رأيتها فعرفتها، ففرح في نفسه. قال فأقمت بها فبعث الله رسوله فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر، قال مع ما أنا فيه من شغل الرق والعبودية. كان يشتغل عند اليهودي ما لا يسمع الأخبار ولا يصله شيء طول اليوم وهو في الأعمال الشاقة عند اليهودي. قال ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل، يعني في رأس النخلة. قال وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه. قال قاتل الله بني قيلة، والله إنهم لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. سمع هو في النخلة يشتغل، سمع هذا الكلام. قال قاتل الله بني قيلة يعني الأوس والخزرج، والله إنهم لمجتمعون في قباء على رجل قدم من مكة يزعم أنه نبي. فسلمان قال فلما سمعتها أخذتني العرواء، أخذته رجفة، صار يرتجف من الكلام الذي سمع، هذا عقله لم يسمع. قال حتى ظننت أني سأسقط على سيدي. قال ونزلت فجعلت أقول لابن عمه ماذا تقول ماذا تقول، يعني يريد أن يستثني. قال فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة. قال له ما لك ولهذا أقبل على عملك. فأقبل على عمله. قال له لا شيء، ما عندي شيء، لا. ثم قال سلمان قال كان عندي شيء قد جمعته، شيء من الطعام. قال فلما أمسيت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب غرباء ذو حاجة، وهذا كان شيء عندي أعددته للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. قال فقربته إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. فقال سلمان قلت في نفسي هذه واحدة، هذه علامة أنه هو. قال ثم رجعت وانصرفت فجمعت شيئا من الطعام، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء إلى المدينة، وجاءه في قباء ثم جاء إلى المدينة، فقال له إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قال وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال فقلت في نفسي هاتان اثنتان، العلامة الثانية الصادقة. قال ثم جئت به، قال ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وهو ببقيع الغرقد، وكان قد تبع جنازة من أصحابه. قال عليه شملتان وهو جالس في أصحابه، عليه شملتان يعني رداء وإزار يعني. قال فجئته فاستدرت فسلمت عليه ثم استدرت خلفه أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي أم لا.
قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته عرف أني أستثبت في شيء. النبي عرف أنه يبحث عن شيء وصف له فألقى الرداء عن ظهره. الرداء شيء مثل الإحرام يعني، فيوضع على الكتفين. العرب كان عندها إزار مثل لباس الأندونيسيين يغطي الجانب السفلي، ويضعون رداء على أكتافهم، الإزار للجانب السفلي والرداء للعلوي. فلما رآه يستثبت يبحث ألقى الرداء عن ظهره. قال فنظرت إلى الخاتم فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي. شوف قصة طويلة وعريضة كيف وصل، وحتى وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم تأكد أنه هو، فانكب على خاتم النبوة. خاتم النبوة هذا مثل حبة حمص أو بيضة حمامة من اللحم، قطعة ناشزة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة بين كتفيه إلى الجهة اليسرى، هو أميل، وحوله شعرات. هذا هو خاتم النبوة. واضح؟ نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه منه هذا الصنيع قال له تحول. قال فتحولت أمامه فقصصت عليه حديثي كما حدث به. جاب له القصة من كيف بدأت إلى كيف وصل إليه. فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. قال وأحب أن يسمعه أصحابه. ثم سلمان بعد ذلك شغل بالعبودية والرق عند اليهودي، حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وأحد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال له كاتب يا سلمان، يعني اعتق نفسك، لا تبقى عبدا عند هذا اليهودي، اجمع من المال واعطه أو اتفق معه اتفاقا تصنع له شيئا وتعتق نفسك تصبح حرا، لا تبقى عبدا عنده يتصرف فيك وتعمل له طول اليوم أعمال شاقة وما إلى ذلك. فقال له كاتب يا سلمان، فكاتب صاحبه على 300 نخلة يحييها له، يزرع له 300 نخلة في مكان. فقال وكتبه كذلك على 40 أوقية، يعني مال ونخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أعينوا أخاكم، فأعانوه بالنخل، النخل الصغير الودية الصغيرة، واحد يعطيه 30، واحد يعطيه 40، واحد 20، واحد 15، واحد ب10، كل واحد بما يستطيع، حتى اجتمعت عنده 300 ودية. فقال له قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان اذهب ففقر لها، يعني جهز لها الحفر والتي تزرعها فيها، فإذا فرغت فأتني، قال أكون أنا أضعها بيدي. ففقر لها وأعانه أصحابه. فلما فرغ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، سلمان يقرب له الودية وهو يضعها. قال سلمان والذي نفسي بيده ما ماتت منها ودية، صلح كل شيء. أيوة. قال فأديت النخل وبقي عليه المال. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه غنيمة أو كذا، فأعطى قطعة من الذهب مثل بيضة الدجاجة فأعطاها. قال يعني لما جاءته هذه قال ما فعل الفارسي؟ فدعي إليه فأعطاه. قال أدي بها ما عليك. قال وأين تقع هذه يا رسول الله مما عليه؟ يعني عليه 40 أوقية، هو أعطاه شيئا. قال له خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. قال فأخذتها فوزنت لهم منها. قال والذي نفس سلمان بيده وزنت لهم 40 أوقية فأوفيتهم حقهم وعتقت. قال فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كافة المشاهد والغزوات، ولم يتخلف عن مشهد من تلك المشاهد. هذه هي قصة إسلام سلمان الفارسي، كيف بدأ يريد الحقيقة
والنية هذه يوفق الله بها العبد إلى الخير. والله قال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. واحد يطلب الهداية والتوفيق صادقا من قلبه، الله عز وجل أكرم من أن يخيبه. فلذلك النية الطيبة هذه تنجي الإنسان. فبدأ يبحث عن الحقيقة أخذ ذات اليمين وذات الشمال وسافر من بلد إلى بلد، ثم ظلم وسرق ماله وبيع عبدا، فوجد نفسه في المدينة فهو في رأس النخلة. جاءه خبر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء واستثبت من الأوصاف التي وصف بها النبي صاحبه العالم النصراني، وجد هذه الأوصاف منطبقة تماما، فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصار سلمان منا النبي صلى الله عليه وسلم، فحاز شرف انتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا مراشد أمورنا، وأن يجعل التوفيق حليفنا، وأن ييسر لنا الخير حيث كان، والحمد لله رب العالمين.